يا صباح الفل، اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى انا طلعت بره المطبخ، زهقت منه بجد. فقلت بقى اطلع اعمل حاجه جديده يعني. ففكرت اعمل ايه. انا طبعا بقالي كام يوم كده نفسي ايه اصيف. بس هصيف ازاي بقى؟ انتوا شايفين الاسعار وشايفين الوضع اللي احنا فيه. فايه رايكم بقى في المصيف ده؟ هعمل لكم بقى ايه مصيف في البلكونه. بجد ما تضحكوش عليا، البلكونه عندي زباله، هحاول اروقها كده. وهنبلبط في الميه شويه في البلكونه لاني بجد الجو حر قوي. وانا لما بمسح بصراحه البلكونه وامسح الشقه بحس ان انا ايه صيفت. تعالوا كده الثبت بتاع اللي بنزله واجيب بيه الحاجه طبعا. عارفين انتوا قصه الثبت والرجل والحاجات دي. الكرسي هقلبه كده لفوق. وهبدا اعمل ايه بقى؟ هبدا الاول انفض كده التراب اللي في البلكونه كويس. هجيب المقشه وايه وانزل التراب اللي على الحيطان. هنعمل ايه بقى؟ احنا مش عارفين نروح المصيف. الحاجة كلها مولعة، المواصلات يعني بقت صعبة. فهنعمل ايه بقى؟ قلنا نعمل اي حاجة كده تحسسنا بالمية والبلبطة بتاعة البحر. هننضف كده التراب كويس قوي. مش عارفة اعمل بايد المقشة، هحاول افكها كده وانضف فيها. ايد المقشة متنفعش يعني انضف فيها ما بين القلل اللي عاملينها دي. هعمل برضو الحيطة دي كده. بصوا انا عايزة اخلص التراب عشان ايه؟ هنغرق بقى في المية. حتى الواحد يطلع يقعد كده يلاقي الحاجة الدنيا طرية كده. الجو مولع نور تحس ان البلكونة كده بتطلع نور بجد. هنكنس بقى التراب كويس، انا بقالي كام يوم كده ما كنستهاش فالتراب مالي الدنيا. شايفين التراب؟ تهيألي باين في الكاميرا قوي. هنضف بقى ونقعد فيها كده نفرش فيها. انا كنت امبارح عايزه اطلع افرش وافطر فيها. بس التراب بصراحه سد نفسي. كنت جايبه رنجه، كنت عايزه اعمل بعمل الرنجه كده بخليها وبقطعها بالبصل والليمون والطحينه. بعملها زي سلطه كده يعني. واحمر بطاطس وعيش. وكنت جايبه فول حلو قوي من عند واحد بتاع فول. الفول بتاعه روعه احلى من فول العلب. وكنت جايبه عجينه طعميه وكنت هقلي بتنجان وبطاطس. انا عملت الحاجات دي كلها بس انا كان نفسي افرش في البلكونه واقعد اكل واكل فيها يعني. بس المشكله في ان شايفين التراب. طلعت كده لقيت الجو نار. والتراب مالي الدنيا. بقى بصوا بقى الميه دي كانها نازله عليا انا. يعني بجد منظر الميه مع الحر ده يعني حلو قوي. قلت بقى نغرق الدنيا كده بما اننا مش عارفين نروح مصيف ولا نروح بحر ولا. يلا هنعمل ايه؟ هاجي بقى كمان اللي لقيت الباب بتاع البلكونه وسخ قوي فقلت برضو هغسله غسله كده بالصابون. بالمقشه يعني بالصابون وكده. انا بصوا بعد ما اخلص خالص هوريكم المنظر بجد. كل واحده تتشجع وتقوم تنظف اي حاجه عندها مش نظيفه يعني. يعني انا قلت هبدا بالبلكونه كده وبعد كده همسك برضو اوضه اوضه كده نظفها تنظيفه حلوه. جبت بقى صابون سائل كده وحطيته في ميه وهبدا اغسل بالمقشه. الحاجه مطربه قوي بقالي بجد فتره ما عملتهاش. تقريبا من العيد الكبير ما عملتش البلكونه دي. يا دوب بكنسها كده بعملها بالشرشوبه. بس دلوقتي عايزه بقى تنظيفه حلوه يعني. انا حتى لما بدلق الميه على الحيطان بحس ان الحيطان بتنشئ يعني. الحيطان بتشرب الميه. الازاز بقى كله تراب. بصوا بجد بقت حلوه قوي قوي. محدش بيساعد معايا في حاجه يعني انا اللي بعمل كل حاجه اعمل الاكل اروق. مفيش اي مساعده مفيش ضمير خالص العيال ما عندهاش ضمير بجد. ما بيراعوش ان انا ست كبيره يعني مش حمل الحاجات دي لا يعني حتى نقسم ما بينهم وما بين بعض. ما حدش بيعمل حاجه مع حد بجد. باجي بالليل بقى عايزه اطلع اشتري حاجه اجيب حاجه ما بقدرش من الشغل اللي انا بعمله. بقيت اقسم يعني انا كنت زمان في شبابي يعني. كنت اعمل ايه؟ كنت اقوم اخلص البيت كله في يوم واحد. تلاقيني مروقه كله مسحت البيت كله وعملت البلكونات. عملت الاكل واغسل وانشر واكوي. دلوقتي خلاص ما بقتش الصحه بجد ما بقتش تستحمل. يعني انا عملت البلكونه النهارده اللي هغسل شويه المواعين هعمل شويه الاكل كده خلاص شكرا. ما اقدرش اعمل حاجه تاني خالص.
بقيه البيت لا، يعني ايه، لازم بقى كل يوم امسك اوضه كده اروقها، ما اقدرش اعمل البيت كله مره واحده. كده خلاص انا غسلت الشباك بتاع البلكونه، هبدا بقى ايه اشطفه بالخرطوم. انا قلت بقى مش معقول كل يوم هقعد بقى اعمل لكم اكل وبتاع، الواحد زهق بصراحه، وحاسه ان المطبخ مولع نار قلنا بقى النهارده ننضف كده البلكونه ونعمل، وممكن اجيب اكل جاهز، يعني النهارده ممكن ما اعملش اكل، وخصوصا بعد المحشي والكوارع دي، لا عايزين راحه بقى شويه، المعده عايزه ترتاح شويه بجد. فممكن اجيب فراخ، مش عارفه، ممكن اجيب فراخ مشويه، ممكن لسه ما فكرتش يعني بصراحه. بصوا الميه ضعيفه، فقلت لها لا زودي لي الميه في الموتور، انا بشغل الموتور الميه بتزيد قوي، ومش عايزه ازود الميه قوي عشان ما تنزلش على الجيران تحت ويتضايقوا، فبحاول ايه على قد ما اقدر ان انا ايه، يعني اوسطن الدنيا كده. بس احنا ايام زمان واحنا صغيرين بقى، كان لما ماما تيجي تمسح كده تلاقينا عمالين بقى في الميه دي بقى نجري تحت الخرطوم نلعب بالميه. دلوقتي بقى مفيش الكلام ده خلاص. متهيألي العيال الصغيرة دلوقتي برضه ما بيعملوش الحاجات اللي احنا كنا بنعملها زمان دي. والله مش عايزة اقول لكم احنا كنا بنقعد في المية اللي ماما بتمسح فيها دي، بجد كانت ايام جميلة. دلوقتي العيال التليفونات بقى بصوا الشباك المناطق بقت تحفة بجد، السلك كله نضف نزل من على التراب كله. ابدا بعمل، بصوا انا بحس ان انا وانا برش الحيطان كده كاني بسقي الزرع. عايزه اجيب والله زرع وازرع في البلكونه، وازرع شويه نعناع كده، بما ان مفيش جنينه يعني هنعمل ايه، فهنضطر نزرع في البلكونه. بغسل سبت اللي بنزل اجيب فيه حاجه كده، بصوا انا عايزه اغسل كل حاجه حواليا. كده خلاص خلصنا الحيطان. هبدا بقى اعمل الجزء ده، طبعا انا بقلق قوي من الجيران عشان محدش يطلع يبقى زعلان ولا حاجه، فبحاول كده ايه اعمل تركية من غير ما انزل ميه قوي. بصوا المنظر شكل جميل بالشجر والبتاع، بس هي المشكله كلها ان الشقه ايدي يعني، الجو فيها بيبقى حر قوي. هغسل بقى الكرسي بالمره كده عشان ينزل التراب اللي عليه، بس بعد ما اخلص الحيطان دي كلها. تاني البيوت دي محدش يقدر، يعني واحده بس ما تقدرش تقوم بيها، يعني دلوقتي احنا محتاجين فعلا في السن ده حد يساعد معانا في الترويق وفي الحاجات دي. بس كده انا خلصت، هبدأ بقى اعمل الارض شوية صابون سائل بقى وندعكها كده كويس. خلوا بالكم في نفس الوقت واحنا عاملين الوش كده برضو في حر، يعني مش الدنيا حلوة، لا لا الجو حر بجد. هو شهر 7 ده محتاج مصيف. في تراب برضو على الحروف كده بتاعت سور البلكونة. بس هشي انزل المية دي في بلاعة كده كده في البلكونة، بتسحب المية. كده دلقت الصابون السائل، هبدأ بقى بعد كده بالمقشة كويس. كده قربت اخلص الحمد لله. لسه
بس عايزة اغسل المطبخ، المطبخ، اغسل بقى الكرسي كده غسل حلو من التراب اللي عليه. التراب بيمسك قوي في الحاجات البيضة دي. حلوة اما انضف كل حاجة. اسيب الكرسي بقى مطرب كده وبعدين يتوسخ. كده خلاص الكرسي بقى مش واكل. يا ريت كل واحدة بقى كده كسلانة تقوم تتحرك وتتنشط كده. انا نفسي كسلانة والله. هشرب بقى الكرسي. عارفين بحلم بقى ان انا اخلص كده واقعد اشرب كوبايه نسكافيه على الكاميرا. ماشي، ما هي جايبه اه. بصوا التراب والرمل اللي طالع بجد صعب قوي. البلكونه دي عايزه تتمسح مثلا مره كل اسبوع، اقل حاجه يعني، لان هنا في الشارع التراب صعب قوي. بس كده هي البلكونه مش كبيره يعني، بتخلص بسرعه، بس التراب هو اللي مبهدل الدنيا. بنت سيبة أعصابي، اساسا لو بنت الفلوس قد مش ما أنا لو كده المية وقاعدة مش فين؟ بفلوس كنت سبت الخرطوم قاعدة في حاطة رجلي البلكونه ورجلي كده على الحديد بجد. ولوحدها. الجو حر قوي. كانت هتقع، كانت هتقع والله. كانت واقعة واقفة. بصي فين؟ هي قاعدة تحت ليه؟ نازلة قاعدة تحت خايفة. الخلاط ما شاء الله جايبه هوا حلو قوي. خلاص هنمشي بقى الارض دي خالص. كده بقى نخلص ونروح نعمل كوبايه نسكافيه، يعني الواحد بصراحه تعب قوي. بقى الجو جميل ازاي. اشغل الكاتل. لسه الاوضه بقى اللي جوه دي عايزه تتروق ترويقه حلوه برضو، هنعمل فيها فيديو بس كل كام يوم كده يعني. انا عشان انا بصراحه بتعب انا، خليني على قد الاكل. وايه اللي انا كان ايه عملته اللي ده؟ طلعني من المطبخ النهارده؟ جبت حته كده برضو حاسه ان في تراب وانا مش عايزه ادلق ميه عشان ما تنزلش تحت. فقلت احترم نفسي بقى وامسحها كده بحته. كده خلاص جبت الكوبايه والنسكافيه، هبدا بقى اصب النسكافيه وهقعد بقى اريح شويه. هي بعد الشغل ده عايزه اكل بصراحه، مش عايزه نسكافيه. الجو حلو قوي الصبح، بس الحر يعني مش هضحك عليكم، الحر صعب. بس تغيين يعني، بتحسي ان انتي ايه الحياه بتاعتك كلها ليل كده، في يوم تكسري كده تطلعي في النهار كده. اروح بقى ايه، مش عارفه اروح، انا كنت رايحه اعمل ايه والله ما عارفه. راح اصور المنظر بقى، الجو والاجواء.
كوباية النسكافيه عشان اوريها لكم من قريب. اقلبها بقى كده. انا بحب دايما اسكن على الشارع، يعني ما بحبش ادخل في اماكن كده جوه وبتاع. بحب اقعد على، يعني ابقى على طريق. واحد يبقى زهقان بتاع يطلع كده ايه، يتفرج شويه على العربيات اللي رايحه واللي جايه. تحس ان انت يعني كانك خرجتي. انا دايما بطلع كده اعمل كوبايه مثلا شاي بنعناع، كوبايه نسكافيه. اقعد بقى اتفرج كده، اتامل في الشجر بحب القعده دي بجد. بس مش دايما بقى، طول ما انا ورايا شغل وورايا حاجات ما بعرفش اقعد القعده دي. بس دلوقتي بقى بما اني لسه ماسحه ومنضفه، لا لازم اقعد بقى شويه. عارفين بقى لو كان بعد العصر كان هيبقى احسن بكتير. هشرب بقى كوبايه النسكافيه. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وتقوموا بقى تنشطوا كده وتعملوا العمله الفظيعه اللي انا عملتها دي. ويا ريت تفكروا معايا بقى بعد ما ضيعت مجهودي كله في البلكونه هاكل ايه. يعني انا كنت عملت شويه الاكل احسن. دلوقتي مش عارفه بجد هاكل ايه. هضطر اشتري اكل جاهز زي ما قلت لكم. ممكن انا مش بحب اي اكل يعني. ممكن اجيب بقى فراخ، هي فراخ مشويه ممكن. واجيب رز بسمتي وازازه حاجه ساقعه كده وخلاص. بس وارتاح بقى عشان اقابلكم ان شاء الله بالليل الساعه 12 في البث المباشر بتاعنا. استودعكم الله التي لا تضيع ودائعه في رعايه الله. سلام عليكم.